سنة 2016 كنت في تالتة ثانوي، والنهارده جاي احكي لكم تجربتي مع الثانوية لما جبت اكتر من 98% والتنسيق ما جابليش حاجة في الاخر. واكتشفت المشكلة بعد ما اتخرجت الكلية بعد 6 سنين دراسة. كنت مغفل يا بيه. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تتابعني وتشوف الفيديوهات اللي فاتت وتستنى الفيديوهات الجاية. اهلا بيك في حكاوي الخميس. زي ما قلت لك انا كنت ثانويه عامه دفعه 2016، دفعه ما يعلم بها الا ربنا. لكن قصتي مع الثانوي بدات قبل مرحله الثانوي بشويه. اصلا لما نرجع بالزمن 4 5 سنين قبل 2016، انا كنت اكبر اخواتي واهلي كانوا حاطين علي امل كبير ان انا اخش كليه كبيره، كليات القمه يعني، هي طب وهندسه والكلام ده. وطبعا معروف عندنا كمصريين ان كل ما تكبر سنه في التعليم كل ما الاهتمام بنتيجتك من اللي حواليك بيزيد، سواء من اهل بيتك او قرايبك. وانا بصراحه ما كنتش بقصر، كنت دايما بعمل اللي عليا وزياده حبتين علشان احقق حلم اهلي، وكنت دايما بطلع من الاوائل في المدرسه. وكنت ماشي كويس جدا في التعليم لحد سنه تانية اعدادي كده لما جبت 97%. طبعا هتسمع 97% وتقول لي فين المشكله، مش عارف. بس عايز اقول لك ان يوم النتيجه دي بيتنا كان زي العزا، وامي ما بطلتش عياط، ويمكن خبت على ابويا كمان. يعني تقريبا الحاج يمكن يعرف النتيجه دي معانا في الفيديو النهارده. المهم امي قعدت تقطم فيا وتقول لي احنا قاعدين هنا كده بنعمل ايه؟ قعدتنا هنا ملهاش لازمه، ده احنا نرجع بلدنا احسن، والمجموع اللي تجيبه اللي التنسيق يجيبه لك واللي ربنا كاتبه تدخله وخلاص. وعايز اقول لك اني فاكر اليوم ده وفاكر كلام امي وكانه بيتقال في ودني امبارح بالليل. كلام امي ومنظرها وطريقتها اثروا فيا جدا، ووعدتها اني هشد حيلي اكتر واعمل اللي عليا علشان احقق حلمهم. ومن بعد اليوم ده يا باشا وانا مجموعي ما بينزلش عن 99%. لا انا كنت دحيح دحيح، يعني كنت دحيح وحفيظ وشاطر ونبيه وكل حاجه في الدراسه. كنت بعمل كل حاجه علشان اجيب المجموع اللي يفرح اهلي. ووصلت تالتة ثانوي وكانت سنه كويسه الحمد لله. طبعا كانت سنه مش سهله، والتفكير ان انت خلاص السنه الجايه هتبقى شخص جامعي والكلام اللي احنا عارفينه ده كله. لكن الحمد لله السنة عدت على خير، وبعد سنة طويلة من المذاكرة الحمد لله ربنا كرمني وما نقصتش غير درجة واحدة بس، وخلصت الثانوية بمعدل 98.3 من 10. 98.3 من 10؟ انت استغربت صح؟ انا فاهمك. كان في حاجة عندنا اسمها قدرات. امتحان القدرات ده اللي هو امتحان الاي كيو، يعني ده كان بيتعمل علشان يقيسوا قدراتك، والمجموع اللي الواحد كان بيجيبه كان بيتاخد منه نسبة 40% و60% من نسبة المدرسة. ونتيجتي في القدرات دي كانت الحمد لله 97%. القدرات دي كان ليها 5 محاولات، انا الحمد لله من تاني محاولة جبت 97%. وقلت الحمد لله انا كده مرضى، والحمد لله وخلصت. وقلت بس ده انا مجموعي كده الكليات اللي هتتخانق عليا في مصر. خلصت يا باشا كل حاجة وخلصت كل دنيتي واستنيت التنسيق وبدأت أجهز ورقي علشان أقدم. خلصت ورقي وبعته مع واحد معرفة كان ليه أولاده قدي وكانوا بيقدموا معايا في نفس الوقت، وقلت له يقدم لي ورقي معاه بالمرة يعني. وبعدها بفترة نزلت أنا سجلت الرغبات اللي أنا كنت عايزها. وطبعا ما أقولكش أول الرغبات كلها كانت طب 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 طب، بعدها أسنان، بعدها صيدلة. ما أنا عايز أحقق حلم أهلي، وقلت يا باشا ده أنا ضامنها وأنا حاطط رجل على رجل الكليات هي اللي هتجيلي. بس لم يكن يعلم، كنت مغفل يا بيه. في الفترة دي بقى كنا مستنيين نتيجة التنسيق تظهر، وناس قرايبي نصحوني ان انا اروح اقدم في جامعات خاصة. لكن طبعا ما كانش في دماغي ده انا معدلي 98، ده انا الجامعات هي اللي هتتخانق عليا. نتائج التنسيق ظهرت لزمايلي وانا لا. ولما سألت قالوا لي عادي يا عم، يومين كده ولا حاجة، ممكن تتأخر على ناس وناس لا، وان شاء الله يومين بالكتير، يومين 3 وهتلاقيها ظهرت. استنيت يومين، في 3، في اسبوع، في 2، ومفيش اي حاجه. ووقتها حسيت جوايا ان في حاجه غلط وان التنسيق خلاص كده راح عليا. المهم الفتره دي اهلي كلموني وقالوا لي ما تقدم ورقك في اي جامعه خاصه علشان حتى لو ما كانش ليك نصيب في التنسيق تلحق الجامعه الخاصه. وطبعا كان وقت التقديم اتاخر جدا. نزلت وعملت اللي عليا وسعيت وقدمت ورقي في جامعه واثنين وثلاثه، لكن كنت بقدم دايما في قائمه الانتظار. ما طبيعي الوقت اتاخر، ده الدراسه كانت هتبدا كمان اسبوع. لفيت على جامعات كتير جدا وسحبت ابلكيشنز على قد ما اقدر، وكله كان بيحطني في قائمه الانتظار. طبعا مع عدم ظهور نتيجه التنسيق وان انا كمان كنت بقدم في الجامعات الخاصه على الويتنج ليست كنت محبط جدا. كنت محبط جدا وحاسس ان السنه خلاص بتروح مني. وفي الفتره دي كان بدايه انتشار السفر لروسيا وتركيا والبلاد دي، وابويا كلمني واقترح عليا ان هو يسفرني. لكن انا رفضت وقلت له يا حاج مش هيبقى غربه اهل وبلد كمان. واحترم رايي وقال لي خلاص اللي انت شايفه. وقلت والله جات لي ما جاتليش هريح السنه دي من الدراسه واشوف اي شغلانه على جنب لحد ما ربنا يكرم واقدم السنه الجايه.
وكمان حد من قرايبي عرفني ان انا ممكن اقدم في الترم الاولاني، فقلت بسيطه وربنا هيكرم ان شاء الله. لكن مع ذلك برضو كنت حاسس باحباط شديد ان انا كل جيلي هيبدا يدرس وانا هكون متاخر عنه. وزي ما قلت لك قعدت بقى خلاص وفقدت الامل وقلت خلاص السنه وراحت وبظروفها وزي ما تيجي بقى. وفي مره صحيت من النوم لقيت ابويا باعت لي على الواتس لوكيشن جامعه في نص الصحراء، وقال لي شوف الجامعه دي روح اقدم فيها، دي لسه فاتحه جديد وبتقبل طلب. قلت له يا حاج هروح اقدم في الويتنج ليست وخلاص، ده الدراسه الاسبوع الجاي اكيد قفله. قال لي يا عم بس روح ربنا يسهل حتى تكون عملت اللي عليك. تاني يوم رحت فعلا وسحبت ابلكيشن وكالعاده قالوا لي هتبقى في قائمه الانتظار. طبعا هنا خلاص انا فقدت الامل وقلت خلاص انا عملت اللي عليا وزي ما تيجي تيجي. وكلمت ابويا وقلت له خلاص شكلها ما فيش نصيب، احجز لي عشان اجي لكم. وفعلا ابويا حجز لي وخلاص انا كنت مسافر تاني. وفي الفتره دي انا كنت قاعد في بيت عمي وابويا حجز لي فعلا، وقررت ان انا خلاص هسافر وبدات اجهز حاجتي واجهز شنطتي. واهلي كانوا طالبين مني شويه طلبات بدات اجيبها. وفي مره وانا نازل اجيب شويه طلبات حصل حاجه كمان خلتني اتقفلت من الدنيا خالص، تليفوني وقع والشاشه اتكسرت 100 حته وما رضيش يشتغل تاني ابدا. وانا كنت خلاص بقى بعت القضيه، وانا برضو ما كنتش كبير في السن والواحد كان على تكه وخلاص هيعيط والدنيا هتفيض بيه. روحت وطلعت اوضه ابن عمي وحاولت اشغل التليفون مره واثنين وثلاثه لكن ما رضيش يشتغل. سبته في الشاحن شويه وقعدت كده ومددته وبصيت في السقف سرحان شويه وحاولت اشغله تاني، يا دوب اشتغل لحظات بسيطه جدا ولقيت التليفون بيرن من رقم شركه. وفي العاده انا ما بردش على الارقام دي، لكن في حاجه قالت لي المره دي رد ورديت فعلا. الو، محمد عادل معايا؟ ايوه مين؟ انا فلان من جامعه بدر، مبروك انت اتقبلت معانا ولازم تقدم ورقك خلال 24 ساعه والا مكانك هيروح. والتليفون فصل تاني وما رضيش يشتغل وكان موقف غريب جدا، بس ما ركزتش معاه وما كنتش في الدنيا اصلا. هو فصل من هنا وانا طلعت اجري من الاوضه وعرفت عيله عمي وزغاريد بقى وافراح في البيت والدنيا هيصت. واتصلت امي عرفتها هي وابويا وكأن حلم حياتهم اتحقق. سبحان الله يا اخي. وبعد تقريبا 10 سنين من القصه دي ها انا دكتور محمد السباعي طبيب الفم والاسنان بوحده الغزاله. خلاص يا عم عرفت ان انا مغفل. اه صحيح ما قلتلكش، بعد ما خدت شهادة التخرج كان لازم أروح أوثقها من مكتب تبع الخارجية، والمكتب ده كان تابع كمان للتنسيق. وأنا كنت افتكرت اللي حصل معايا وإن أنا ما اتقبلتش في التنسيق. المهم سألت الراجل وقلت له أنا حصل معايا كذا كذا وكنت مقدم ورقي وكل حاجة كانت تمام ومجموعي كان عالي كمان وكان يجيب كليات كويسة وما اتقبلتش، فين المشكلة؟ صحابي كانوا معايا وقعدوا يضحكوا عليا ويقولوا لي يا عم ده انت خلاص الموضوع ده عدى عليه 6 7 سنين انت لسه بتتكلم في ايه؟ قلت لهم معلش انا عايز اعرف. سألني على اسمي وعلى البيانات بتاعتي وبدأ يدور على السيستم عنه وقال لي يا دكتور هو انت اساسا كنت مقدم ورقك؟ قلت له اصلا. وبس يا سيدي دي كانت قصتي مع الثانويه وازاي كنت جايب اكتر من 98% وازاي ما اتقبلتش في اي كليه. عايزك بقى تعمل لايك واكتب لي في الكومنتس انت كنت جايب في الثانوي كام ودخلت كليه ايه، ولو لسه في الثانوي اكتب لي نفسك تخش كليه ايه، وتابعني عشان احكي لك عن فتره الجامعه في الفيديوهات الجايه. انا محمد السباعي ودي حكاوي الخميس في 3 ارباع ميكس. سلام.